زهور عجمي، مديرة مساعدة مكلفة بالتنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة. شكرا. قبل نحب نشكر إذاعة صوت المناجم، إذاعة الفتية، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكبر مع الوقت وإن شاء الله بالنجاح. هذا المهرجان الأول في دورته الأولى للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية اللي تنظم المندوبية الجهوية للتربية بالاشتراك مع جمعية الإشعاع التربوي، مع دار ثقافة ابن منظور. في كانوا معنا يوم أمس البروميي جوان، مع المركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة. باهي مدام زهور، كان تقول لنا معناتها الدور الأنشطة الثقافية اللي صايرة اليوم لأول مرة في قفصة في المؤسسات التعليمية. هي نحب نصلح حواجه، هي مش لأول مرة الأنشطة الثقافية، أما لأول مرة نعملوا مهرجان اختتام الأنشطة الثقافية. في العادة نعملوا محطات معناها موزعة على كافة السنة الدراسية، مي إثناء ارتأينا أنه نعملوا معناها مهرجان اختتام. بيان سور معناها الأنشطة الثقافية عندها دور مهم في تأطير التلاميذ وفي فسح المجال معناها لاكتشاف المواهب، والتلميذ زاد يعبر على نفسه ويعبر على ذاته. مدام زهور، الأنشطة الثقافية اليوم في المؤسسات التربوية حسب رأيك هل هي غايبة؟ مش غايبة برشا، أما لأسباب الناس الكل نعرفاها. معناها فما تراجع نسبي معناها خلال هذه السنة الدراسية في الأنشطة الثقافية، من رغم ذلك فما مدارس ابتدائية اجتهدت، وهذاك علاش احنا خممنا في المهرجان الاختتام هذا لتكريم هذه المدارس اللي رغم الظروف الأمنية الصعيبة ورغم برشا مشاكل اجتهدت معناها وحضرت أعمال مسرحية وأعمال موسيقية وأعمال فنية بصفة عامة. دور الجمعية هذه بالشراكة مع المندوبية الجهوية ممثلة في مصلحة التنشيط الثقافي ومندوبية دار الثقافة ومسرح الفنون الدرامية والركحية. الأطراف هذه الكل أردت أن يلزمها تعمل حاجة للأطفال الصغيرات في نطاق عرض مناها مسرحيات، ثم كورال، ثم رسم، ثم أنشطة رقمية لتنشيط الجهة وكذلك لتمكين الصغيرات أنهم يشاركوا في الحياة العامة، ونعدوهم إن شاء الله المستقبل، إن شاء الله نلقوا فيه مواهب نتاع المستقبل إن شاء الله. لسعد حمدو، أستاذ تربية مسرحية بمعهد الكتار 2، مخرج عمل صرخ الطفل باسم مدرسة عرباطة بالكتار قفص. هي والله كانت بادرة من التلاميذ الصغار نتاع المدرسة، اتصلوا بيا قالوا لي رانا عندنا بي سي جي نحبوا نخدموه تياترالمون مسرحيا. مشيت معاهم المدرسة الحصص صباحية وحصص مسائية، خدمنا على الفضاء داخل القسم، ثم خرجتهم معايا لدار الثقافة مرتين باش يستانسوا بفضاء أكثر من القسم اللي هو فضاء المخصص للغرض اللي هو الفضاء المسرحي. ثم أمس العشية جيت أنا والمعلمة متاعهم المربين متاعهم، عملنا طلع الفضاء. أنا نعرف الفضاء خاطر قديم لكن هما ما يعرفوش، وعملنا سكون ابل نجم نقولوا ان بيتي فيلاج تكنيك جيست لي زومبلاسمون تاع الممثلين. وكاو هو عمل بسيط جدا ما يتجاوزش 11 دقيقة تقريبا، يعالج قضية التسول اللي كثرت في تونس. كانت مسرحية شيقة فيها شوية خيال، ساعدتنا باش نحاولوا ننموا ذكرنا الرياضي. سي محمد حسناوي، رئيس جمعية الإشعاع التربوي. نعم، هو متفقد مدارس ابتدائية. جمعية الإشعاع التربوي هي جمعية حديثة نسبيا، تحصلنا على التأشيرة في 1 مارس 2012، ودورنا الأساسي هو أن نهتم بالجانب التربوي، نهتم بالتلميذ أولا في جوانبه التربوية والمادية، نهتم كذلك بالمعلم من خلال تأطير المعلم والقيام بورشات تكوينية، ومن خلال التعريف بتجديداته البيداغوجية، نهتم كذلك بالمؤسسة التربوية من خلال إعانة بعض المؤسسات التربوية، ثم نهتم بالأسرة كحالات الطلاق إلى غير ذلك. إذن هدفنا الأساسي هو التلميذ أولا وأخيرا، وقمنا في هذا الإطار بندوة تربوية سميناها إذن أي إصلاح تربوي نريد، وقد دعي إليها أكثر من 150 أستاذ ومعلم ومتفقد ومساعد بيداغوجي، وتطرحنا فيها مشاكل التربية من أجل أن نسعى إلى إصلاح تربوي يستجيب لثورة الكرامة والحرية.
في الأخير حقيقة الأمر أريد أن أنوه بالأطراف المشاركة في هذا النشاط، لأن نحن لسنا الوحيدين. أولا المندوبية الجهوية للتربية هي الراعي الأساسي، السيد المندوب الجهوي علي عبادة، السيد محمد الرداوي مدير التعليم الأساسي، والسيدة زهور العجمي هي مديرة التنشيط الثقافي التي ساعدتنا كثيرا، وهي في حقيقة الأمر هي التي قامت بهذا النشاط، نشكرها كثيرا. كذلك دار الثقافة ابن منظور السيد عفيف نجاح، والمدير المركز الفنون الدرامية والرقحية السيد فوزي الذي كذلك ساعدنا. إذا كل هذه الأطراف مع بالضرورة جمعية الإشعاع التربوي، كل هذه الأطراف حاولت أن تلامس جزءا يسيرا من نفسية التلميذ، من أن يكون متوازنا داخل المجتمع، خاصة ونحن في جهة قفصة يمكن أن عشنا توترات نفسية، ويمكن هذه قد تكون هذه ما عشناه أثر سلبيا على التلميذ. نريد أن نخرج بالتلميذ من هذا الجانب لنبرز جانب المشع، الجانب المضيء في جهة قفصة، أن المجتمع المدني في جهة قفصة يسعى إلى أن يوجد أرضية عيش مشتركة تجمعنا كلنا من أجل مصلحة مدينة قفصة ومن أجل مصلحة الوطن ككل.